عايزك تبص كده على الاهرامات من فوق، تلاحظ ان كل هرم ليه 4 اوجه. حلو كده؟ لا مش حلو خالص. الحقيقه ان الهرم الكبير مش شبه اخواته في الحته دي. ايوه يعني ازاي؟ اثناء الحرب العالميه الثانيه كان في طيار بريطاني اسمه بيرسي جروفز، لاحظ بالصدفه حاجه غريبه حبتين اثناء تحليقه بطيارته فوق الهرم الكبير. لاحظ ايه بقى؟ وجود تجويف غريب في الاوجه الاربعه للهرم. التجويف ده عدل تماما في شكل الهرم الكبير، فاصبح للهرم الكبير 8 اوجه مش 4 بس زي ما كنا فاكرين. التجويف ده لو هتبص له من تحت الهرم هتلاحظ انه تجويف سطحي عادي جدا، لكن من فوق هتلاحظ ان التجويف ده قاسم الوجه الواحد للهرم لوجهين، ما بينهم زاويه او انحناء زي ما انت شايف كده. لحير العلماء اكتر ان المنظر ده ما بيظهرش غير في وقت معين في اليوم، لازم تبص للهرم من زوايا معينه، غير كده مش هتقدر تلاحظ المنظر ده مهما عملت. ما تقلقش يا صديقي، انا هقول لك تشوف المنظر ده من انهي زوايا وامتى بالظبط، بس خليك معايا اخر الفيديو. السؤال هنا، اشمعنى الشكل ده ظهر بس في الهرم الاكبر؟ هل ده كان ليه هدف عند المصريين القدماء ولا مجرد غلطه في تصميم البنى بتاعه؟ وهل بناء معمول بحسابات معقده وبالدقه دي هيظهر فيه عيوب انشاء او تصميم بالشكل ده حتى لو بالصدفه؟ يا ترى انت بقى شايف ان الشكل ده ممكن يكون سببه ايه؟ يلا بينا يا صديقي تعرف الزوايا اللي منها تشوف التجويف ده وتعرف تصوره بالكاميرا بتاعتك. عمرك جربت تطير فوق الأهرامات مش بس تزورها؟ تجربة الباراموتور فوق الأهرامات هي واحدة من أقوى التجارب اللي ممكن تعملها في حياتك. أنت مش بس بتشوف الأهرامات من فوق، أنت بتحس إنك سافرت بالزمن، لحظة عمرك ما هتنساها وأنت فوق وشايف التاريخ كله وحضارة من آلاف السنين. تجربة مدتها حوالي 20 دقيقة وبتعدي على كل هرم وتشوف تفاصيله، وكمان بتشوف أبو الهول. فلو نفسك في تجربة عمرك ما هتنساها فالتجربة دي تستحق، وأنا جربت لك قبل ما تجرب. ده اللي علم على الجماعه اياهم. احنا هنا بقى بنلعب بيه وبنطير بيه فوق اسكندريه وفوق الاهرامات وفي العين السخنه، وغير انك هتشوف التجويف وتصوره بالكاميرا بتاعتك يا صديقي، انا باكد لك برضو ان انت هتتبسط من التجربه. تجربه جديده وهايله، وانا بنصح بيها اي حد بيسالني عن تجربه مختلفه في مصر.